البسبوسة المكرملة، الطريقة الصحيحة والأصلية للبسبوسة. عايزة اقول لكم البسبوسة دي لازم تبقى ترند، مرملة ودايبة ومختلفة عن اي طريقة تانية. نعتذر بقى لكل الشيفات، بس دي الطريقة الأصلية والمظبوطة للبسبوسة. شايفين بسم الله ما شاء الله بتشرب السيرب ازاي، وده السر بقى لنجاح البسبوسة. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة وفي منتهى الجمال. شايفين لونها جميل قد ايه. لازم نسويها على البوتاجاز من فوق. عايزه اقول لكم بجد الخطوه دي بتفرق جدا في طعم وقوام البسبوسه. شايفين الجمال والحلاوه. يلا بينا نشوف الطريقه. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على رسول. اول حاجة هجيب عندي وok على النار او حلة المتوفر عندك، هضيف فيه كوباية من السكر. هبتدي بقى اهدي عليها النار خالص وهسيبها بقى تتكرمل زي ما انتوا شايفين بالشكل القمر ده. حاولي تخلي لون الكراميل بتاعك يكون فاتح، ما يبقاش محروق، علشان ما نغيرش طعم البسبوسة بتاعتنا وتبقى لاسعة زي ما انتوا شايفين كده. وحاولي تجيبي الاحرف برضو علشان تتأكدي ان السكر بتاعنا كله اتكرمل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين اللون بسم الله ما شاء الله. هنا بعد ما دوبت السكر واداني اللون اللي انا عايزاه بالشكل القمر ده، شايفين قد ايه جميل جدا. هضيف عليه 3 معالق كبار من السمنه البلدي، واختاري نوع سمنه يكون كويس جدا علشان بيفرق طبعا في طعم البسبوسه زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ادوبهم مع الكراميل بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا ايدك فيه على طول علشان ما يكتلش منك. وبعد كده هضيف عليهم 3 معالق كبار من القشطه البلدي زي ما انتوا شايفين كده، القشطه الفلاحي بتاعتنا. شايفين بسم الله ما شاء الله. وابتدي دوبي بقى القشطه مع السمنه بالشكل القمر ده. عايزه اقول لكم ان هو هيتكتل معاكي شويه، بس بعد كده هيفك منك زي ما انت شايفه كده. ما تقلقيش زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. طول ما ايديكي فيه وبتلف فيه بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده، هيدوب معاكي ومش هيتكتل منك ولا حاجه، وهيفك منك بكل سهوله. بس حاولي تخلي النار هاديه علشان ما يتلسعش منك. وبعد كده هضيف عليهم كوبايه ميه لازم تكون مغليه بمج الشاي العادي زي ما انتوا شايفين كده الشكل القمر ده. وابتدي اقلب كل ده مع بعضه، السمنه بالقشطه مع الميه المغليه بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. دوبي بقى وما تقلقيش خالص. شايفين بسم الله ما شاء الله الخليط بتاعنا قد إيه سايل، مفيش فيه تكتلات ولا اي حاجه خالص. وبعد كده هسيب الخليط ده يغلي غلوه واحده بس، وبعد ما يغلي هقوم رافعاه من على النار على طول. بعد كده نجهز الخليط الجاف. هجيب كده كوبايتين من السميد السايب اللي احنا بنجيبه من عند العطار، متوفر في اي مكان. بعد كده هضيف عليهم 3 معالق كبار من جوز الهند. بعد كده هضيف عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنزل عليهم بالخليط السائل اللي احنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله قد ايه سايل وشكله في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا ومختلفه غير العادي اللي احنا متعودين عليها. عايزه اقول لكم لما تحضري الخليط السائل على البوتاجاز اكنك كده بتسوي البسبوسه على البوتاجاز بالظبط، بتدي لها نص تسويه قبل ما تخش الفرن. الخطوه دي بتفرق جدا جدا في طعم ونجاح وقوام البسبوسه. بعد كده بقى هنجيب صينيه زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي ادهنها ماده دهنيه وطبعا سمنه زبده المتوفر عندك. وطبعا انا دهنتها بالسمنه البلدي زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. هبتدي انزل بالخليط بتاعي البسبوسه زي ما انتوا شايفين بالشكل القمر ده. عايزه اقول لكم مفيش فيها اي تعب خالص، هي بتفرد نفسها بالشكل القمر ده. مجرد ما بتحطيها في الصينيه وتخبطيها خبطتين كده السطح بتاعها بيتساوى. ندخلها بقى الفرن على درجه حراره 170. هتاخد 10 دقائق من تحت و5 دقائق من فوق، يعني يا دوبك ربع ساعه لان احنا مسوينها يعتبر نص تسويه على البوتاجاز. وبعد كده بقى على ما تستوي البسبوسه نجهز السيرب بتاعنا. اجيب كده كزرولة اضيف فيها كوبايه من السكر وكوبايه وربع من الميه. مش هقلبهم ولا هاجي جنبهم خالص، هرفعهم على النار يغلوا. مجرد ما يغلوا 7 دقائق بالظبط هقوم شايلاهم من على النار. بعد ما ارفعهم من على النار هقوم ضايفه عليهم حوالي نص ليمونه وحوالي نقطتين من الفانيليا السايله. ما عندكيش سايله تقدري تضيفي ظرف فانيليا عادي المتوفر عندك. من اهم خطوات نجاح البسبوسه ان انت لازم البسبوسه تبقى طالعه سخنه والسيرب سخن، وتقدري تسقي البسبوسه بتاعتك لازم يكون السيرب سخن والبسبوسه سخنه. شايفين بسم الله ما شاء الله طالعه طريه وجميله قد ايه. هنا بقى البسبوسه بتاعتنا كانت طلعت من الفرن، وابتديت بقى اسقيها بالسيرب بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم بجد النتيجه فظيعه بجد وطعمها خطير. شايفين قد ايه البسبوسه بتشرب من السيرب، تحس ان هي عطشانه كده وبتشرب السيرب بتاعها. ودي اهم خطوه في نجاح البسبوسه. عايزه اقولك ان هي لو ما كانتش شربت السيرب بتاعها وطردت السيرب كنت تعرفي ان البسبوسه بتاعتك ما نجحتش معاكي وكمان مكتومه. اما البسبوسه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله شربت السيرب كله زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ما اخدتش مني وقت خالص ولا مجهود. وعايزه اقول لكم
كمان ما هياش مكلفه خالص. كوبايتين السميد لو انت بتجيبيهم من عند العطار مش هيكلفوكي حاجه خالص، لما انت بتشتريها من بره بتبقى مكلفه جدا وغاليه جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان الطريقه دي سهله، هتعتمديها على طول. قومي اعمليها لاولادك وفرحيهم زي ما انت شايفه كده، بسم الله ما شاء الله النتيجه طالعه بجد مضمونه وممتازه، تقدري تهدي بيها ضيوفك، جيرانك، مامتك، حماتك. عايزه اقول لكم مفيش احلى ولا اجمل من كده هديه. تقدري بقى تقطعيها وتطلع معاكي الخرطه بخرطتها وما تتنكش منك. بعد ما تسقيها السيرب وتبرد تماما، ما يبقاش فيها اي حراره خالص، انها تبقى لسه سخنه ولا اي حاجه من دي خالص، تضمني ان هي بردت تماما. تعرفي بقى تطلعيها وتتحكمي فيها وتطلع معاكي زي ما انت شايفه كده، بسم الله ما شاء الله. الخرطه زي ما انت شايفه كده تحفه وفي منتهى الجمال. شايفين البسبوسه بتاعتنا قد ايه مرمله وطريه ومكرمله، جميله جدا جدا بجد، وطعمها خطير وشكلها بجد في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم غير العادي اللي احنا متعودين عليها وبنعملها وتحسي ان قلبها من جوه ابيض وناشفه، اما مش شاربه السير. هي دي الطريقه الصحيحه والمظبوطه. عايزه اقول لك طالما نويتي ان انت تعملي حاجه حلوه لعيالك ما تستخسريش فيهم، واعملي لهم احلى حاجه عندك. وزي ما انت شايفه كده هتطلع معاكي النتيجه مبهره وتحفه وفي منتهى الجمال. شايفين قد ايه جميله؟ طلعيها بقى كده. عايزه اقول لك ان دقيق السميد ده بيبقى متوفر عند العطار وفي السوبر ماركت وفي اي مكان تقدري تجيبيه، بس لما تجيبيه تقدري تجيبيه من حد يكون مضمون وموثوق فيه، لان طبعا هو انواع كتير جدا، وعلشان تاخدي نتيجه وطعم كويس تقدري تجيبيه من حد يكون مضمون. زي ما انت شايفه كده هيطلع معاكي نتيجه بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. شايفين الحلاوه والجمال؟ زي ما انت شايفه كده اعمليها بالطريقه دي، صدقيني هتطلع معاكي ولا احلى بسبوسه. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلي الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله.